ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده انا حابه ان انا اتكلم معاكم عن حاجه شخصيه شويه. كنت بتكلم مع شخص عزيز عليا من كام يوم وقال لي جمله علقت معايا قوي. قال لي: نرمين، هو انت ليه بتتعاملي مع نفسك ان انت ملاك مش بني ادمه؟ ان انت ملاك المفروض ما يغلطش، ولو غلط الملاك ده بيتحط كانه شيطان. لما ركزت لقيت ان انا بعمل كده فعلا، لقيت ان انا لو غلطت غلطه بسيطه جدا زي اي حد بحاسب نفسي حرفيا حساب الملاكين. مع النقيض، لو حد عمل الغلطة دي وممكن أكبر منها كمان، أنا أقوم قايلة لنفسي لا، أكيد عنده مبرر، وسامح وأقول لا عادي كلنا بنغلط. طب ليه معايا أنا شخصيا اللي هي نفسي اللي أحق إن أنا أبقى فاهماها والأحق إن أنا أبقى رحيمة بيها، ليه أنا بحاسبها الحساب العسير ده؟ حلو قوي إن أنت تكون بتحاسب نفسك دايما وصاحي غلطاتك، بس لو الحساب ده تحول إن أنت نظرتك لنفسك اتغيرت، ما بقتش تشوف نفسك كويس، بقيت دايما حاسس ان انت شخص مش كويس، شخص كله غلطات، شخص كله عيوب، ما بقتش تشوف الحاجات الحلوة اللي جواك، يبقى ستوب. لان في الاول وفي الاخر احنا بني ادمين مش ملايكه، الطبيعي ان انت تغلط. وعلى فكره انا كلامي ده مش معناه ان انا لما اغلط او اعمل اي حاجه اقول لا عادي انا غلطت، ايه المشكله، ما هو انا بني ادمه، او ان انا اظلم حد معايا عادي انا ظلمت انا مش قصدي. لا طبعا، كل واحد عارف هو عامل الحاجه ونيته كانت عامله ازاي. كل واحد عارف هو عمل الغلط ده او الاذى ده للي قدامه كانت نيته برضو عامله ازاي. فلو انت شخص بتحاسب نفسك بزياده قوي، لا، حلو ان انت تحاسب نفسك، بس ما توصلش نفسك ان انت تشوفها بالدرجه ان انت شخص مش كويس خالص. حلو ان انت تبقى عارف غلطاتك فين عشان تتعلم منها، وافهم وما تنساش ان احنا بني ادمين مش ملايكه. واحسن بني ادم انت شايفه ان مفيش زيه في الكون وما بيعملش غلطات، هو بيعمل غلطات بس مش شرط تكون انت عارفها، حتى لو غلطات بسيطة، حتى لو حاجات صغيرة جدا انت ما تكونش اصلا تيجي على بالك ان دي تتحسب غلطة. بس في الاول وفي الاخر كلنا بنغلط، كلنا بنتعلم من غلطاتنا، وكلنا بنبقى عارفين ان احنا لا، الحاجة دي لو عملناها مش صح ان احنا نعملها، سواء بقى انت اخترت ان انت تعملها سواء ما اخترتش ان انت تعملها، كله حسب اختيارك. بس في الاول وفي الاخر ادي نفسك المساحة ان انت مش ملاك وان انت بني ادم عادي جدا. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.